مساء الخير يا شباب، أو صباح الخير، رب يكون كل أوقات بخير. طيب، أنا عارف إن أنا بقالي فترة تقريبا مش موجود في الباك جراوند which is إن أنا مش بعمل فيديوهات كتير جدا، بس إن شاء الله الفترة الجاية. حاليا شغال بالفعل على فيديو كمان عن إكسل، شرح إكسل من A to Z. إن شاء الله هعمله فيديو واحد. ولكن كنت حابب إن أنا أتكلم في حاجة، وهي حتة الشهادات المعتمدة. ببساطة كبيرة جدا. يعني إيه شهادة معتمدة؟ لو جيت حسبتها منطقيا، مين اللي اعتمد الشهادة؟ انا مثلا عملت شهاده، تبقى الشهاده دي معتمده مني انا. انا كماكرها معتمده. فبعد كده النتورك دي بتكبر، بمعنى ايه؟ افترض ان هو مكان كبير شويه، فاذا الشهاده بتبقى هنا بيجي تبقى اكبر شويه عن الناس اللي هي بيكونوا عارفين المؤسسه دي ذات نفسها. يعني مثلا في الترجمه، بتروح لاماكن معينه، يجي يقول لك لا، في شهاده في كورس معين مثلا او شهاده معينه، خدها من المكان الفلاني ده، وبعد كده تعالى قدم. فده مش حتة اعتماد على قد ما هي اسمها authenticity، مصداقية. مصداقية ما بين two organization. ده مختلف جدا عن ايلتس. تعرف ايلتس والحاجات الخاصة باللغات، او الحاجات الخاصة بحاجة بتعادل بيها مثلا الشهادة الجامعية بتاعتك او حاجة زي كده، دي حاجة تانية خالص. دي اللي بالفعل بتبقى معتمدة. ليه؟ لانها معتمدة على مستوى العالم كله، مش دولة او دولتين. لا، شهادة ايلتس، او انت معاك ايلتس هنا، فانت معاك كان موجود معاك في امريكا زي ما موجود معاك في المانيا والى ما اخره. فهنا الشهادة المعتمدة، والحقيقة الشهادة المعتمدة لا، ببساطة كبيرة جدا مين اللي اعتمدها. فما تجروش يعني مثلا جامعة القاهرة، أنا في جامعة القاهرة مثلا. فمعظم الكورسز اللي بتبقى يجي يقول لك شهادة معتمدة و ICDL ولا آخره. بعيدا إن ICDL دي حاجات سهلة ممكن تلاقيها في فيديو، يعني هو بيشرح لك، يعني هو وورد، وبيشرح لك بيشرح لك وورد، وبيشرح لك مثلا باوربوينت، وبيشرح لك اكسل، حاجات بيزكس كده بسيطه، مع كورس مثلا بزنس انجلش بفيه. وكان بزنس انجلش ده هو مش بزنس انجلش، هو بيدي لك كام جرامر وكام كلمه. فهو مش معتمد على قد ما هو المكان ده هو اللي اعتمده، مش اكتر من كده. آه يعني معرفش حقيقة ليه الناس فكر ورا الشهادات. الكلام ده مختلف مثلا عن شهادة جوجل. شهادة جوجل هي مش اعتماد. يعني لو حد فيكم اتفرج على كورس مثلا جوجل الاخير، او اللي هو بتاع داتا اناليسيس، في الاخر حاجه لما كان بيجي يعمل لك حاجه اسمها سيميوليشن انترفيو، فهي عملت سيميوليشن، فبتيجي تقول ان هي عايزه فلوس اكتر، او شايفه ان هي السالري بتاعها المفروض يزيد لانها اخذت كورس جوجل. هي ما اخذتش يعني حتى لما ادت ظروف على حاجه زي كده، هي مش حته معتمده على قد حاجه زي كده بتثبت ان انا عندي سكيل في النولج عاليه. فاذا هي لعبت على حته النولج، عشان لان جوجل فاكيد هتنزل ماتيريال كويسه وحاجه كويسه، فانا اخدت حاجه زي كده، فاذا عندي نولج كويسه. او المفروض بتتحسب على حاجه زي كده، لانها كمان عملت قبلها انترفيو خاص بالتكنيكال، وقبلها فيس تو فيس انترفيو، فكانت قبلها الحد تاني عارف. دي حاجه زي كده لو حد اتفرج يعني على الكورس. طب لو محدش اتفرج، هي الفكره بسيطه كبيره جدا. لما انا باجي اخد كورس من IBM، او من جوجل، او من اي حاجه، حاجه زي كده هي بتثبت ان انا بتعلم، ولا بتثبت تاكيدا على المعلومات اللي عندي، ولا بتثبت على اي حاجه. انت ممكن ان احنا نشغل دلوقتي انا وانت مثلا عن امازون ازوره مثلا، خاصه بالديف اوبس مثلا، او حاجه زي كده، وشغل فيديو اقعد اعمل كراك مثلا. از لونج از حتى الامتحان ممكن احله مثلا تشات جي بي تي. فاذا هو هنا مفيش تعليم. الفكره بتكمن في الماتيريال والمنهجيه اللي انت بتاخد بيها الحاجه اللي زي كده، عشان تقدر تابرايد عليها في شغل فعليا. اب وورك او اي حاجه تانية بتنزل عليها شهاده، حاجة كويسة، ولكن عادي يعني ممكن تعرف تبري اراوند، يعني تعرف ان انت والله ان انت كريت شهادة، او انا ببساطة كبيرة جدا انا عندي مثلا فوتوشوب هنا. فلو جينا دخلنا مثلا، هاجي ممكن ان انا اغير لك مثلا دلوقتي حالا الشهادة باسم مختلف تاني. الموضوع مش صعب. الموضوع مش صعب نهائي. وحتى الكريدنشال انا ممكن اخده من الشهاده، لان الكريدنشال موجود على الشهاده. حط اللينك بيجيب الكريدنشال ده بس. ومفيش عميل تقريبا هيقعد يدور عليك لغايه جوه بقى الكريدنشال. لا، هو العميل اصلا بمجرد ما انت شاف الشهاده خلاص تمام. بس اهم حاجه، انت دلوقتي واخد شهاده مثلا بالانجلش، هل انت بتعرف تتكلم انجلش؟ هي دي الفكره. انت واخد الشهاده، هل تعرف تتكلم؟ انت واخد شهاده مثلا بتتكلم لاتيني، هل انت بتعرف تتكلم لاتيني فعليا؟ والى ما اخره. ده كان فيديو بسيط جدا، يعني بحاول، لان معظم الناس اتفرج على الشانل تقريبا من 18 ل 24. في اقل، ولكن هم I'm sorry. سوري. تمام، فيها اقل. ولكن لا، هم بيكون ما بيكون يعني النسبة الأكتر هم بيكونوا في جامعات وكده. فبناء على حاجة زي كده، لا، مهم جدا إن أنت تعرف يعني إيه شهادة معتمدة، ومين اللي اعتمدها،
وايه اصلا فكره الاعتماد، وايه فكره ان انت تاخد كورس زي كده. بس شكرا جدا ليكم، وان شاء الله انتظروا الفيديو اللي هو الخاص باكسل. الفيديو ده هيكون كبير بجد، وانا ابدعت فيه فتره كتير جدا، فاتمنى ان هو يعجبكم. شكرا جدا ليكم، واشوفكم في فيديوهات كتير.